النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حلا تركي، بس إيه، حكاية تحفة حلوة جدا وسهل جدا. يلا بسرعة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ مع بعض الوصفة. أول حاجة عندي هنجيب طاسة أو صينية أو أي حاجة بنحطها على النار، وهنجيب صينية بايركس أو صاج أو أي حاجة يعني نحط فيها. الصينية البايركس اللي عندي هحط فيها كده جوز هند زي ما احنا شايفين، هبدأ ارشه كده يعني طبقة خفيفة بس تملى كل صينية بحيث ما يبقاش فيها اي فراغات خالص. تمام، نحطها بقى على جنب ونبدأ نجيب الصينية او الطاسة اللي هنحطها على النار. هنحط فيها كوباية دقيق، فيها كوباية سكر الحبيبات العادي بتاعنا، وعليهم لتر لبن. بس كده، هدوبهم كويس جدا على البارد وبعدين ارفعهم على النار. لازم اقلبها كويس واتأكد ان ما فيهاش اي تكتلات قبل ما ارفعها على النار. تمام، فهبدأ ارفعها على النار، على النار المتوسطة. وبرضه حطيت فانيليا باودر او فانيليا سايلة براحتك خالص لغاية ما القوام يتقل، وبعدين ارفعها من على النار. كده تمام، قوام تقل ورفعتها من على النار. وهي بقى سخنة كده هبدأ احطها على طبقة جوز الهند اللي انا عملتها في الصينية البايركس. اتأكد انها متسوية تمام. بس كده، هسيبها بقى لغاية لما تبرد شوية في الصينيه البايركس. طبعا مش هينفع استنى لما تبرد وبعدين افضيها عشان هيبقى جامد معايا او هيبقى تقيل شويه، مش هعرف افضيه اصلا. هسيبها بقى كده شويه تبرد، هغطي وشها واسيبها شويه تبرد. احطها طبعا في التلاجة شويه لغايه ما تبرد خالص، وهبدا اعمل الطبقه التالتة. اي بوله ازاز عندي احط فيها كوبايه كريم شانتيه خام، ربع كوبايه كده او تلت كوبايه سكر حسب الرغبه، وكمان هحط كوبايه لبن مثلج او ميه بس تكون متلجه. وهبدأ اضربهم كويس جدا لغاية ما قوام الكريمة يتقل معايا. ممكن تضيفي لبن بودرة لو حابة تزودي الدسامة يعني، او معلقة قشطة، بس هي كده بصراحة كانت دسمة وحلوة جدا. عندي طلعت الصينية البايركس من التلاجة بعد ما طبعا بردت خالص، وهبدأ افرد عليها الطبقة التالتة اللي هي الكريمة اللي احنا عملناها دلوقتي حالا. هفردها كده بالراحة خالص، هبدأ احط معلقة معلقة وافردها لغاية ما ابدأ تتكون طبقة كده مستوية من الكريمة على طبقة البودنج اللي احنا عملناها. هبدأ اسويها كده بالسباتيولا على قد ما اقدر. بس كده بالراحة خالص، هبدأ اسوي الطبقة. بس كده فل قوي كده، كده حلو جدا. شلتها بقى في التلاجة برضو يعني نص ساعة كده برضو تشد معايا، وبعدين هبدأ اقطعها بالسكينة سلايزات او مستطيلات كده. الاول قسمتها بالنص، وبعدين هبدأ اعمل بقى ايه تقريبا 4 أو 5 خطوط كده، بحيث ان هي تبقى تقريبا في حجم قطعة الجاتو. كده احنا هنطلعها سلايزات كده زي ما انا وريتكم في اول الفيديو، ولكن ليها طريقة تانية ان احنا بنحط بس اما بنيجي نصب طبقة المهلبية او طبقة البودنج اللي هي بتاعة اللبن دي، بتبقى خفيفة جدا، وساعتها ممكن نلف القطع يعني نلفها نبرمها كده تبقى عاملة زي رول، زي سويس رول كده. بس دي انا عاملاها زي قطع الجاتوه، فهنطلع بقى القطع كده زي ما احنا شايفين. طبعا بيبقى الكريمة من فوق وطبقة جوز الهند كلها متغرقة من تحت جوز هند. طعمها بجد حكاية حكاية حكاية، وسهلة جدا، ما خدتش وقت زي ما احنا شايفين كده، وممكن تتعمل بكذا طريقة زي ما قلنا. بس كده احنا خلاص خلصنا. انا زوقتها بقى هنا يعني براحتك. انا حطيت فستق مجروش كده يعني، انا دقه كده بيدهون، مش طحناه عشان يبقى تخين يعني، وواحده كريزه واحده بندقه. ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي من فوق كمان طبقه جوز هند كده بسيطه. ممكن تحطي دريبات شوكليت نوتيلا. بصي التزيين ده كتير كتير يعني. انا اكتفيت بتزيينها بالمنظر ده، اللي هو ما تبقيش عارفة دي قطعة جاتو ولا دي قطعة ايه، بس بجد احلى حلا تركي ممكن تاكلوه. اتمنى تجربوا الوصفة، تقولوا لي رأيكم ايه، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.